اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. 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 ليه خليتها طبعا؟ لا انا احب الزمالك، انا من ساعه ما اتولدت وانا زملكاوي. طب ايه اللي خلاك مثلا تبقى زملكاوي؟ العيله كلها زملكاويه. طلعت انت كمان اتولدت زملكاوي؟ لقيت نفسي كده. ايوه. بس طيب ايه رايك في اداء الاهلي، في اداء الزمالك الفتره الاخيره؟ مش احسن حاجه بصراحه. طب انتوا محتاجين ايه؟ يعني الزمالك محتاج ايه؟ النادي محتاج فلوس، محتاج لعيبه، محتاج اداره، محتاج نادي من اول وجديد بصراحه، لان عايز الدنيا إعادة بايظه هيكلة فيه. يعني. طبعا. عايز اعاده هيكله من اول وجديد يعني بنسبه 80% مثلا. بس طيب ايه رايك في السوبر المصري الاخير بين الاهلي والزمالك؟ اللي هو الاهلي كسبوه. ماشي، يعني احنا كنا البلد كلها كانت متوقعه الزمالك يكسب بناء على الاداء وكله، ونزل الاهلي بصراحه هم لعبوا. بصراحه هم لعبوا كانوا يستحقوه. طب انهي فتره او انهي لاعب بالظبط اثر فيك انت شخصيا؟ امام عاشور ولا زيزو في انتقاله من الزمالك للاهلي؟ لا زيزو. زيزو اكتر واحد اثر؟ طبعا. يعني مش امام عاشور؟ لا امام يعني كان ممكن تلاقي له بديل، انما زيزو كان نجم الفريق. بس هو يعني الله يوسع له بقى كمان. الله يوسع له ازاي؟ الله يوسع عليه. يوسع عليه طبعا. تمام. طيب انت يعني بالنسبه لك كده مين هو الاسطوره بتاعت نادي الزمالك؟ شيكابالا. دي محتاجه كلام. بس يعني مش حسن شحاته، مش لا كل دي لعيبه ليجند، دول ايكون. بس ده بالنسبه لي انا اللعيب اللي اثر فيا وخلاني احب الزمالك اكتر شيكابالا. يعني انا من ساعه ما اتولدت وقيت على الدنيا مثلا كده. ده اتفرج على كوره في 2010 2011 شيكابالا كان عامل مواسم. فكان عامل اداء لحد قبل ما يعتزل. ايوه. فانا بحبه جدا بصراحه. اظن في زملكاويه ما بيحبوش.